بصوا يا جماعة، عشان تبقوا فاهمين، فرنسا مش اللي انتوا فاكرينها. هي فرنسا بلد حرامية، تسرق شغل الناس وفلوسهم وتعبهم بأمارة الضرايب. اللي هنا الضرايب في فرنسا توصل لغاية 60%. يعني تخيلوا انتوا بتكسبوا مثلا 1000 اورو، هياخدوا منكم 600 اورو من الضرايب. على حبة تي على حبة مش عارف ايه، ضرايب بيرسونيل، ضرايب الشركة. يعني الدنيا اصلا هنا كلها ضرايب، مفيش اي حاجة تعرف يعني ما تدفعش الضرايب او يعني تضحك على الدولة او كده. وشغل الاسود اللي كان زمان يعني كل الناس يعني بيشتغلوا فيه عشان ده اللي كان فيه فلوس، ما عادش زي زمان. ما عادش فيه فلوس في الاسود، والبنوك هنا شغالين مع الدولة، فما يقدروش يعني لو في اي حاجة شايفينها غريبة، فلوس كاش داخلة بنك او كده، على طول يتصلوا بالدولة ويقعدوا بقى يفتشوا في حاجتكم ويقولوا الفلوس دي جاية منين، طب انت مطلع فلوس ليه، طب مش عارف ايه. المهم يعني ايه، وجع دماغ. يلا سلام.